دماغك لا الاسطيف موجود في دماغي عشان هي كانت سطيف هي كل حاجه. نعم. بعدين اتفرجت على الاهلي كده، وفي السنه دي واخدين بطولات يعني. ايوه مظبوط. يعني كانوا كل سنه بيلعب كاس العالم، اي لاعب يتمنى كده. يقول لك انا لازم العب كاس العالم ولازم اخذ افريقيا يعني في لاعبين عدوا على مسيره كلها 20 سنه ما خدوش افريقيا. صحيح. انا الحمد لله يعني لعبت مع الاهلي، خدت افريقيا. خدت افريقيا، خدت افريقيا وخدت سوبر وخدت ايوه كاس وخدت دوري. نعم. اقول لك على حاجه دي يعني. اي حد يتمنى يلعب في الاهلي. لعبت كاس عالم ولا ما لعبتش كاس عالم؟ لا انا لما وقعت لما مضيت مع الاهلي كانت خلاص كانت قفلت. يعني هم الدولي خيار يا اما يعني اسجل معاهم في كاس العالم او العب كاس افريقيا مع المنتخب. لا قلت لهم انا العب افريقيا مع كاس افريقيا. بعدين سابوني العب افريقيا. اتفرجت عليهم بقى كانت لفته جميله انه النادي الاهلي وافق لك انك تكمل صح. رغم ان انت موقع كل حاجه. صح كنت مخلص كل حاجه. قول لي بقى، عايز اسالك انه برضو نفس السؤال، انه كان في تنافس ما بين الزمالك والاهلي، اداره النادي خبرتك انه الزمالك طلبك؟ لا في الحته دي ما فيش حد قال لي. محدش قال لك؟ هي كانت صح اخبار كده على السوشيال ميديا. لا ده حقيقيه، لا مش انا بقول لك يعني كانت كده كلام على السوشيال ميديا وحاجات. بس يعني ما فيش حد جه وقال لي يعني قندوس كلمني قال لي قندوسي في حاجه من الزمالك ولا لا. عشان انا في الوقت ده كنت كنت في المنتخب. ايوه منتخب المحليين. كنا منتخب محلي، كنا بطوله افريقيا المحليين. عشان كده ما حدش كلمني. ايوه واحنا عندنا صعبه شويه في المنتخب، تدخل منتخب طبعا يعني كلهم محترفين والاسماء صعبه. صعبه شويه تدخل بقى لكن المحليين اللي بيلعبوا في البلد. ايوه صح. يعني تدخل بقى وصعب تتكلم بقى تليفونات وحاجات هتفضل مركز. ايوه قعدت بقى انا بعدين كلمني الرئيس بتاع فرق سطيف اللي هو حكيم سراج. حكيم سراج لعب ضدي على فكره. ايوه بيقول لي صديق عزيز. بيقول لي في الاهلي وفي زمالك. ايوه قال لي عندك خيارين دول. قال لي هو في الفتره دي كانت الفرقه كانت محتاجه فلوس. ايوه يعني مش هتفرق معاه. قلت له انا لازم اسال. قلت له لازم اسال. قلت له لازم اسال. كويس. انا بقى سالت اخواتي وكده انت عارف يعني. البيت عندك كم اخ يا احمد؟ انا عندي 2 رجاله وبنت. اسمهم ايه؟ ياسين وعبد القادر. ما شاء الله. نعم. هو اخت واحده. ربنا يخليهم. وبعدين هم اكبر؟ واحد اكبر واختي اكبر وانا اخويا صغير. كويس. بعدين قال لي عندك 2 زمالك واهلي. ايوه. كنت عندي كذا حاجه في اوروبا. قال لي لا انا دول ما ساعدونيش. جالك اوروبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهلاويه في كل مكان، كل سنه وانتم طيبين. في سنه جبلاك والاشتراك، بارك الله فيكم. شايفين قيمه النادي الاهلي قد ايه؟ الكلام ده مش موجه للاهلاويه، لان احنا كاهلاويه عارفين قيمه الاهلي قد ايه. عشان كده بنعشق وبنحب النادي الاهلي، ودايما بندعم النادي الاهلي. نادي الاحترام، نادي البطولات، نادي التاريخ والحاضر والماضي والمستقبل. اي لعيب مصري كان عربي كان عارف يعني ايه النادي الاهلي. لما تحط الاهلي في كف واي نادي تاني قصاده في كف، مهما كانت فلوس النادي التاني، كفة الاهلي ترجح بشعبيته، بتاريخه، بجمهوره، ولا ايه، وبطولاته طبعا. اي عرض يجي لاي لعيب ويختار حد على النادي الاهلي، الحد ده هو الخسران، مش الاهلي اللي هيخسر ابدا. اي لعيب، هذا لعيب قعد مع الاهلي ما كملش 6 شهور في النادي الاهلي واحرز 4 بطولات، في حين ان لعيبه ممكن تقعد 10 15 سنه ما تحصلش ولا بطوله. فدي من اهم مزايا النادي الاهلي، البطولات. دائما عدي من جنب سور النادي الاهلي بيقولوا دايما هتلاقي نفسك في ايدك بطولتين 3. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه. تنساش بلاك واشتراك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.